إمام عاشور يشارك في التدريبات الجماعية يوم الاثنين المقبل، وسيتم تحديد موعد مشاركته في المباريات بقرار من الجهاز الفني، واللاعب جاهز للمباريات. الأهلي لن يلعب في الجولة القادمة في الدوري، والعودة يوم 25 أمام غزل المحل. مصدر بالنادي الأهلي: أرسلنا أموال حق الرعاية في صفقة إمام عاشور لاتحاد الكرة كي يحولها بدوره للأندية في وقت سابق، وهي ليست مشكلة الأهلي حاليا، والمفترض أن يحولها للأندية هم نادي الزمالك ونادي غزل المحل. لاعبي الأهلي يعودوا للتدريبات الجماعية غدا للاثنين بعد أجازة لمدة يومين، ومباراة ودية يوم الأربعاء القادم لتجهيز إمام عاشور وعمر كمال عبد الواحد ومحمد شكري ومحمد الشناوي وباقي اللاعبين التي لم تشارك في المباريات السابقة لمباراة المحلة استعدادا لمباراة المحلة وبيراميدز. الأهلي راح من التدريبات الجماعية 48 ساعة يوم السبت يوم الأحد، ويعود للتدريبات الجماعية يوم الاثنين المقبل. الصفاقسي التونسي يتعادل مع البنزرت التونسي بهدف مقابل هدف في الدوري التونسي، وعلي معلول خرج بين شوطي المباراة. محمد شكري شعر بآلام بسيطة في العضلة الأمامية أثناء الإحماء في مباراة فاركو، وكان هناك اتفاق على شكري على إشراكه في الدقيقة 60، وفضل ريبيرو إراحة